انت بيجيلك برد كل قد ايه؟ شهر، 2، 3؟ اكيد لاحظت انه احيانا بيبقى دور برد خفيف كده، شويه رشح مع علبتين مناديل وخلاص، لكن جسمك زي الفل وصحته تمام وقادر تشتغل كويس وعادي. لكن احيانا بقى بتبقى ولا كانك واخد علقه وجسمك متدغدغ ومدهون لك امير على السرير وقفاك لا مؤاخذه يقمر عيش نار وعينك بتطق شرار. الله، طب ايه الفرق؟ تعالى بس اقول لك ان في لقاح اهم 100 مره من لقاح كورونا، محطوط فيه 4 سلالات مختلفه من فيروس الانفلونزا، بيتم اختيارهم دوريا كل سنه. وقبل ما اقول لك بيتاخد ازاي وفين، هقول لك الاول امتى ما تاخدوش. لو انت اصلا عندك برد دلوقتي استنى لما تخف الاول، او لو عندك حساسيه من البيض بس بتاكل بيض عادي خلاص تعالى بقى ما اقول. البشر من عمر 6 شهور ولحد 100 سنه حتى الحوامل بياخدوه مره في السنه، من شهر 9 لشهر 11، وكل ما كان بدري كل ما كان احسن علشان تدخل الشتاء كده وانت مستعد قبل الزنقه. وبيتكرر مره كمان بعد 4 اسابيع من الحقنه الاولى لو اجتمع الشرطين دول مع بعض، لو طفل اصغر من 9 سنين واول مره يتلقح فيها. طيب يا سيدي، هو عباره عن سرنجه جاهزه نص ملي بس بتتحقن في عضله الكتف، ولو طفل اصغر من 3 سنين بتتحقن في عضله الفخذ الاماميه. اللقاح ده بيحميك من الانفلونزا، يعني الدور الشديد اللي معاه سخونيه وتكسير ومرقدك على السرير. اما الدور السهل ده ابو علبتين مناديل والسلام ممكن يجي لك برضه عادي، لانه اصلا مش فيروس انفلونزا، ده فيروسات برد تانية. ولكن حلو قوي كده يا عم الحاج.